السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بخير دايما. النهارده معانا فيديو جميل وجديد، هنبدأ ببركة رسول الله ونقول اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، واذكر الله كتير حبيب قلب ذكر الله تتمنى القلوب، رب يجعل لسانك عامل بذكر الله وعليكم نار بنور الله. الفيديو بتاعنا مشجع جدا جدا. حابة اقول لك لو انت شغل البيت فنجيب بابا غسيل اطباق سمي وقولي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله، ان شاء الله ربنا يعني وتقدر تخلص كل ورق. النهارده بقى كده روتين بقى الخير والستر بقى والرضا، ربنا يرضى عنكم ويرضيكم يا رب، امين يا رب العالمين. طبعا قبل الخاطر كده دايما كده في الايام المباركه ديت ربنا يرضيكم يا رب كده ويجعلكم مقبولين الخاطر كده دايما، وما تحرمش منكم ابدا من تعليقاتكم الجميله كلها قبل الخاطر دايما كده منورين حياتي طول العمر. وطبعا حابه ارحب بمتابعين الجروب في قناه زاد بكم نور، ما تحرمش منكم ابدا ويومكم كله حنان وسعاده ورزق وراحه بال وجبر خاطر، ما تحرمش منكم ابدا. النهارده بقى كده رحت بقى طبعا ست بتبقى الفراخ، جبت كده ايه 4 فراخ كده، وهم يعني 5 فراخ و4 كبار وواحده صغيره، بس الصغيره بقى حطيتها في الفريزر ودول 4 هما. قلت بقى اقطعها بقى معاكم كده، الطريقه بتاعتها سهله كده وبسيطه، ما بتاخدش منك وقت خالص. هي الفرخه بقى زي ما هي، بتجيب بقى كده اقطعها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، ايوه حاجه بس تسمي بسم الله الرحمن الرحيم يا ولع البركه يا رب. الطريقه دي كده اهو. طبعا بحب اجيب اللي هي البيوك، يعني بتكون ايه لحمتها ناشفه كده وجميله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بتطلع لوحدك، مش محتاجه ان حد يمسك بقى عليك ولا حاجه. بتيجي بقى تفصل بقى اللي وراك كده عن بعضها اهو. وجاي السكينه برضه بتاعتنا لازم ايه تكون حاميه، ممكن تشتغلي بالمقص برضه، المقص بيكون جميل جدا برضه. من عندي المفصل من هنا اهو. وطبعا بتمنى منكم بقى لايك واشتراك في القناه علشان تكبر بيكم. تقطع بقى تغسل بقى الورك كده، طبعا لسه هنغسلها بقى كده مع بعض، بغسلها بقى بنقعها بقى دقيق وبحط لها بقى ملح وعصير ليمون كده. وطبعا المقص برده جميل جدا، لما بتقطعها برده بالمقص كده تنضفي. طبعا بشيل بقى هي الحته اللي ورا ديت اهي، عشان ما تعملش اي ريحه كده الفراخ وهي بتطبخ. فاجيبهم بقى كده واقطعهم بقى كده القطع على قد مثلا العدد يعني، وبعدين بقى فقسمهم بقى في اكياس كده في الفريزر، ويكون عندك بقى كده في اي وقت تطلعي منها. المقص برضه بيساعد كده جامد جدا اهو. بشيل بقى الحته اللي ورا ديت اهي بنضفها كده، وبشيل بقى طالما هما يتعانوا بقى في الفريزر، بشيل بقى اللي هي ايه حتت الكبده اللي بتبقى في بين اللي وراك كده بشيلها، لان طبعا لما بتخزنها في الفريزر بتعمل بقى ريحه كده مش كويسه. فطالما هتتخزن بقى في الفريزر بقوم شايلها بقى كده اهي، بشيلها بحيث ان ايه ما تعملش روايح ولا حاجه. لو هتطبخي طازه ما بتشيلهاش، انما بصراحه طالما هتتعمل في الفريزر بشيلها بقى اهوت. طبعا ايدينا نضيفه زي الفل بشيلها، وتحت الميه بقى بغسلها على طول، شلتها هي تحطها بقى بجنب كده، لو عندك مثلا قطط ولا حاجه تحطها لهم. بنضفها بقى بالشكل ده كده. طبعا هخلص كل بقى الكميه كده وبعدين بقى اغسلها. شايفين بقى بتنضف معايا ايه، بشيل بقى اللي هي الحتت عامله زي الكبده كده، بشيلها بقى عشان تبقى تفضل بحتها كده نضيفه زي الفل. وباجي بقى من عندي اللي هي الاجنحه كده اهي، وطبعا قطعت بقى ايه، قطعت بقى الوركين اهوت، اللي هي القطعه اللي في النص شلتها بقى بجنب اهي. هاجي بقى عند بقى الكده الايه هنشيل بس الحتت بقى اللي هي بتاعت السيف ديت اللي عند الجناح. هشيل بقى الحتت دي عشان برضه متعملش ريحه زفاره ولا حاجه. كل الحاجات دي برضه كده هنلمها اهوت. هجيب بقى اي طبق كده بحيث ان انا احط بقى في الحاجات اللي هتطلع دي كده. وطبعا الرز بقى ما بطبخهاش ولا حاجه، بحطها برضه هنا واحط ايه القطط بقى هنا تحت البرندة هنا. اقطع بقى من هنا من عندي بقى الكتف اهوت اهو بالشكل ده كده اهو. من الناحيه التانيه برضه نفس الطريقه. يعني عايز اقول لك ان الفرخه هتطلع معايا 2 4 بتطلع معايا 6 نوايا. بتاخدي بقى النوايا اللي انت عايزاها تطبخيها على قد الطبخ كده، تحطها بقى في اكياس بقى ثلاجه، وبعد كده بقى تقسمي بقى ايه اللي انت عايزاه بقى كده على قد الطبخه بتاعتك. طبعا المقص برضه بيساعدك جميل جدا المقص. وبرضه بقى مثلا السر لو انا هتعملي بانيه ولا حاجه هتسيبي بقى السر ايه مع نفسه كده اهوت، بسيبه كده اهوت لوحده. وساعة الطبخ مثلا ساعة التحمير ممكن تقسمي كده وتحمري على طول. وبرضه ايه طبعا هطلع بقى الكتاف اهوت هنوريها لكم. هطلع بس كده نخلي بس ايه الكتاف كده. طبعا لو عايزه تعملي بانيه ولا حاجه تقدري تاخدي بقى الوقت كده وتعمليها وتظبطيها.
سهله كده وبسيطه، ما بتحتاجيش بقى حد يقطع معاكي ولا حاجه اهي. طبعا لو اي جلد ولا حاجه مش محتاجاها هتشيلي بقى كده يبقى عندك قطط مثلا ولا حاجه، يبقى ايه بقى كده انا مش هحتاجها، والرز يعني هشيلها كده بجنب. هوريكم بقى النوايا طبعا كده، هوريكم بقى النوايا اللي طلعتها بحيث انك مثلا ايه هتطبخي على قد العدد. وطبعا لو حابه ان انت تقطعي مثلا اكتر من كده برضه براحتك عادي. شايفين ما شاء الله، شايفين بقى الفرخه معانا طالعه اهي. ده طبعا هو الايه اللي هو اللي برضه ايه الصدر. طبعا الصدر ممكن تقطعيه على 3 نوايب او نايبين اهو طبعا. وطبعا الورك اهو طلع بقى لوحده الورك، وبرده الكتف اهوت. شايفين ما شاء الله تقطيعته ايه جميله كده وبسيطه. وطلعت بقى الحته اللي هي العضمايه طلعتها بقى هي لوحدها كده بجنب، وركبت بقى التانيه اهوت. وبرده الورك اهو شايفين ما شاء الله عامله معانا ايه كعداد يعني كميه كبيره هنا اهي جميله. بحطها بقى كده وابدا ايه بجيب بقى حله كده كبيره وابدا انقعهم بقى مره واحده كده بعد ما اقطعهم كلهم. وبعد كده بقى ايه انقعهم بقى بدقيق، وبعد ما انقعهم بقى بدقيق بعد كده طبعا ايه بحط لهم بقى ليمونه كده كبيره او ليمونتين ثلاثه واحطهم. شايفين بقى سهله جدا وبسيطه ما بتاخدش منك وقت خالص. وحبيت بقى اشارك معاكم كده وبحطهم بقى واقطعهم كده بسكين بسيطه جدا. والمقص برده بيكون اسهل معاكي، مقص كده طبعا مخصصه طبعا ايه للمطبخ بالشكل ده كده. في دقايق تكوني مخلصاها متاخدش منك وقت خالص على حسب النوايب اللي انت عايزاها. زي ما قلت لك تقطعيها تقدري تقطعيها مثلا 10 نوايب براحتك عادي 8 برضه مفيش مشكله طالما الفرخه كبيره معاكي ما شاء الله. اللهم بارك جميله جدا اهي. وطبعا انتوا عارفين اني بحب اشارك معاكم كل حاجه، بتشجعوني وبشجع بكم ما تحرمش منكم ابدا. ودايما كده منورين حياتي طول العمر. خلصت اهوت. المقص برضه بيساعد معاكي بينجز معاكي على طول ما ياخدش معاكي وقت خالص. ما بتحتاجيش بقى حد مثلا من قرايبك مثلا يمسك معاكي ولا حاجه. والحته اللي احنا قلنا عليها اللي هي ايه بتاعت الكبده ديت هنشيلها هي. طبعا بتكون تحت الميه بيكون اسهل، بس مش عايزه افتح بقى الميه دلوقتي لان ايه طبعا لسه الفراخ هي في الحوض. هقطعهم بقى كلهم كده ونقسمهم بقى كده نوايب، احطهم بقى في اكياس ثلاجه واحطهم بقى على طول في الفريزر كده. وربنا يمن عليكم البيت كده ستر وصحه وراحه بال امين يا رب العالمين. خلاص اهوت كده نضفتها اهوت. وايه هنزل برضه بنفس الطريقه الصدر كده اقطعها بنفس الطريقه. وبجد بشكركم شجعتوني وشجعتكم وجودكم معايا بيكبرني ويشرفني. على راسي دايما كده منورين حياتي طول العمر. هخلص بقى كده كل الكميه واحطها بقى في اكياس كده في الثلاجه ونرجع بقى ايه تاني مع بعض في فيديو جديد. في حفظ الله ورعايته مع السلامه.